عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. المنتخب التونسي يسحق ساو تومي برانسيب 6-0. 6-0 سكور كبير، ما نعرفش قداش عندي برشا. المنتخب التونسي ما ربحش بالسكور هذايا 6-0. ان شاء الله من بعد نعملوا الريشيرش نتاعنا والعباد ان شاء الله باش تهبط. معناها 6-0 سكور تاريخي في استادنا. معناها عملنا كل شيء اليوم، حصه نتاع التمارين قدام منتخب ضعيف وضعيف جدا. بون سبوري ترافاي، مش معناها راني قاعدين نقزموا في المنتخب، لا. اليوم المنتخب كي جاء ضد منافس ضعيف على الاخر، ضعيف على الاخر، الخطوط نتاعو معناها متباعده، وخاصه المنتخب زاد عنده الكاليتي. اليوم باش نحكيو على الكاليتي هذه. ربحنا 6-0. المعضله في المنتخب التونسي اللي كانت موجوده كي نتيحوا ضد المنتخبات هذه ضعيفه، ما نربحوهاش وما نعطيهاش السكور اللي يستحقوا. منتخب يستحق 5 يستحق 5، يستحق 10 يستحق 10. دونك كنا نلقاو صعوبات خاصة ضد منتخبات اللي معناها تلعب كورة التالي وتتكتل. بون المنتخب اليوم ساو تومي مش من النوعية نتاع المنتخبات اللي يتكتل لك ويعرف يسكر ليه، عنده برشا ثغرات، عنده برشا أغلاط، وقفة غالطة، ظهره عريان، تعطيه كوره في الانترفال يدوخ لك. خاصه عندنا اليوم ملاعبيه كيما مثلا اسماعيل الغربي تكنيكمون قوي برشا، يعرف يطلب برشا في الاسباس، الكوره بالظهر، الكونترول اورينتيل، يعملوا حاجه معناها تدرس هذا باش نحكيو عليه. دونك المباراه هذه بالطبيعه كي تربحها، راهو كان نحكيو على التصنيف الفيفا، تربحها ما تاخذش برشا نقاط على خاطر المنتخب ساو تومي مصنف 194، وكان تتعادل ولا تخسر معناها يتنحاو لك برشا النقاط. هذاك علاش كنا المباراه هذه زلنا نربحوها وما نقبلوش باش نكملوا معناها في الكلين شيت نتاع دحمان اللي اليوم 9 كلين شيت في التصفيات هذيا، وما نقبلوش بونتو ونعملوا الريكور معناها نعزوا صداره المجموعه نتاعنا بالنقاط. خرجنا بها برشا ثقه، خاطر انك تربح راهو حتى منتخب صغير تدخل برشا ثقه للجروب، وعملنا برشا نقاط ايجابيه تنحكيو عليها. بالطبيعه اليوم التشكيله رجع مريح معناها في اللاكس، برون على البنك. بالطبيعه السخيري رجع للتشكيله اللي نحكيو على الاقل الملاعبيه اللي رجعوا معناها تيتولير، مع اسماعيل الغربي ومع حاج محمود اول مباراه ليه مع المنتخب التونسي. صحيح ما قدمش يمكن اداء كبير برشا، لكن عندنا ثقه فيه انه ينجم يزيد يقدم خير من هكا. اول مباراه ليه معناها رسميه حاج محمود، طلبنا به برشا مرات. ان شاء الله هذه البدايه نتاعو، وان شاء الله يكونفيرمي في معناها الماتشات الجايه كيف يلعب. شوات معناها كيف العاده متالق ويكمل معناها في التسجيل نتاعو، يوريك اللي معناها لاتاكون هذا تو بقطع النظر على المنافس ضعيف ولا لا، اما شوات معناها قاعد يماركي حاجه معناها ممتازه على الاخر. كان نحكيو على النقاط الايجابيه اللي برشا في المباراة هذه، فهمتني ولا؟ دون انتصار 6-0 قلنا معناها 9 كلين شيت لدحمان، ثقة كبيرة برشا. الجول هذا يأكد مرة أخرى اللي هو من أحسن الجول في تونس وأحسن توا جول في تونس بالماتشات اللي قاعد يقدم فيها. على الأقل خلينا نحكي على المنتخب التونسي، واليوم راهو جات فرصة ومنحها معناها منع جولو من بونتو. دوبلي لإلياس سعد، حاجة كبيرة برشا، تكنيك رهيبة. دوبلي راهو معناها إلياس سعد هذا الثالث معناها بونتو ليه في 6 ماتشات هكا، هو معناها 3/6 معناها موين محترم على الاخر. للياس سعد بالتكنيك بتاعه شفتوها بالفراب كيفاش يدخل معناها بالانتيريور، يحل على روحه، يفنتي بالاول يفنتي بالثاني ويحطها مع بعيده. والبويسونس نتاع الكوره والبريسيزيون حاجه قويه برشا. راهو مش كان ضعف معناها منافس، على خاطر شفنا نوعيه نتاع الاهداف هذه نتاع الياس سعد حتى في جمعيته معناها في المانيا. بون خاصه كان مع سان باولي في الدوزيام ديفيزيون البوندسليغا الثانيه، وكنا نستناو فيه وقتاش يترشح مع المنتخب التونسي. هاكم شفتوا في 6 مرات يتواجد فيها يماركي 3 بونت، ولنا باش ندخلوا ديريكتومون في المقارنه مع العاشوري. الله غالب معناها العاشوري اللي عنده في ساقيه مباريات مع المنتخب التونسي 22 ماتش ماركي معناها كان بونتو. توا نتصور الياس سعد خذا برشا بوانات معناها مع المنتخب التونسي، وباش يكون هو واحد من الركائز اللي باش نعملوا عليهم في الكوب دافريك وحتى في الكوب دي موند. اليوم التونكلي مش موجود في القائمه على خاطر راهو مضروب. بالنسبه للنفاتي ما نعرفش علاش ماهوش موجود، ما نعرفش اسكو حسب اوجاع مش موجود في القائمه ولا معاملين باش يلعبوه على الاقل تيتولير في الماتش الجاي ضد ناميبيا. دونك قلنا دوبلي الياس سعد، وبونتو اول بونتو لاسماعيل الغربي في 3 ماتشات اكا، وكان ينجم حتى يماركي معناها من الماتش الاول. دونك حاجه تفرح برشا كيفاش دخلوا ملاعبيتنا ديريكت في صلب الموضوع، ندخلوا ديريكتومون في المقارنه. اسماعيل غربي وحنا باع، يقول لك حنا باع اللاعب 33 ماتش ما هو ماركي حتى بونتو، واسماعيل في 3 ماتشات ماركا بونتو. صحيح
كي تقارن الماتشوات حنا المجبري كان ينجم ماركي بونتوات معناها في 33 ماتش تنجم على الاقل 3 4 بونتوات، لكن هو مش ماركي حتى بونتو لان راجع راهو للخصاله نتاع حنا المجبري اللي اول حاجه ما ياخذش الانيسياتيف في التير الاخراني معناها نتاع التيران، وهذه الحاجه الديفو اللي فيه. وثاني حاجه معناها ملاعبي ما يعرفش يلعب برشا بظهره في التير الاخراني، دونك مش باش تلقاه ملاعبي كي تدور بظهرك دونك تعمل الكونترول نتاعك وتسدد تعمل تصويب كما مثلا اسماعيل الغربي، الشيء اللي ما يعملوش حنبال. مش معناها حنبال ضعيف، حنبال اللي يتبع فيه ويشوف فيه يلزم يتحط في البلاصه نتاعو اللي هو الدوبل 6. نقول لكم من الاخر يبدع فيها اليوم، لعب كويت فهمتي ولا، وحتى يمكن كان لعب دوبل 6 راهو قدم اكثر على خاطر معناها ساو تومي واخرت. هاكم شوفوا معناها ما عندهاش بارتي كبيره باسيتو كل غلطه اللي شوا غالطين وما يعرفش يلعب بظهره، معناها كي تجي كوره ما يشوفش وراه ما يعرفش شكون وراه ديريكتومون تتفكلوا، ما عندوش معناها الكونترول اورينتي يولي فاس وبيوت، عكس اسماعيل الغربي اللي الراجل هذا كان نحكيو عليه موسوعه نتاع كوره تبارك الله. معناها الحمد لله ربحنا لاعب كيما هذا قبل كوب دافريك قبل كوب دي موند، رغم اللي راهو معناها اسماعيل الغربي في 3 ماتشات مع اوكسبورغ مش قاعد يلعب، راه مع ايكيبته مش قاعد يلعب على خاطر ظروف معينه، خاطر وقت اللي انتدبوه لونترينور مش هو اللي انتدبوا الفريق نتاعو، انتدبوا الرئيس، دونك مازال مش راضي عليه برشا رغم الكاليتي اللي عنده. بشويه بشويه راهو الشلقه لعبه وباش يلعب في اوكسبورغ، وهاك تشوفوا رغم اللي ما عندوش طون جو في ساقيه في الماتشات الاخيره مع فريقه، لكن الكاليتي كبيره برشا، مسرح ياسر في الكوره، معناها نوسيون نحكيو لنا التون اسباس الوقت والمساحه، حاجه كبيره برشا، يعرف المساحه اللي وراه، يعرف يعمل اكزيكيوسيون تاع الكره كي تجي، القرار ياسر صحيح، الكونترول اورينتي، الاورينتاسيون تاع بدنه كيفاش معناها ياخذ كوره، ديما كوفرتور على الكوره بين لي ليني، حاجه ممتازه على الاخر. كيف وقت اللي يلزمو يجبد روحه ويطيح بوزيسيوني معناها روحه في بلاصه في التيران يكون اون سيكوريتي، وجهه معناها متوجه للخصم، هكاك ينجم معناها يورينتي جو، يلعب معناها ليزون دو، ويحاول معناها يدخل في العمق ويطلب معناها بين الانترفال كلين دو ويلعب اصحابه، حاجه ممتازه على الاخر. معناها لاعب من اعلى طراز مونور دو جو، حاجه تعمل الكيف، وشفتوا معناها لي كاليتي اللي عنده. واليوم معناها من الحاجات الايجابيه هو اسماعيل الغربي، حاجه ياسر طياره. دونك عندك الياس سعد واسماعيل الغربي، نتصور معناها باش يهزونا لبعيد في الكوب دافريك جايه معاه بطبيعه التونكتي، اللي ان شاء الله الماتش الجاي يكون حاضر وياخذ حتى هو الفرصه نتاعو. بون اليوم بالنسبه للماتش رغم اللي احنا راهو ربحناهم بسته وكليناهم بسته، لكن البدايه نتاع الماتش ما كانتش كيما يلزم، ما كانتش طياره على الاخر. قعدنا يمكن نلعبوا بالنسق اللي يحبوه هما، معناها ما شاديناش برشا كوره، خذاو هما راهو علينا كوره وحاولوا يلعبوا علينا، ما سرعناش في الريتم، ما سرعناش في النسق معناها نتاع الكوره، لي باس ما حاولناش نشدوا برشا كوره. لكن من بعد وقت اللي جاب البونتو الاول ومن بعد جاء البونتو الثاني، معناها الطلعه معناها نتاع العابدي والروتري اللي تعطات فهمتي ولا، العابدي اليوم رغم اللي مش العابدي اللي نستناو فيه العابدي الطاير، العابدي يلعب معناها يدوزي نوعا ما فهمتي، يلعب بالاكسبيريونس نتاعو. شفنا كيفاش انهار المنتخب هذايا اللي كما قلنا كان يمكن تماركا بونتوات من الاول، وكان نجم معناها يتماركي، راهو سكور يمكن كان اعرض من 6. الحاجه اللي تفرح قلنا دونك العابدي لارير جوش كيف اليوم يان فاليري رغم اللي هو الخصال نتاعو القدام مش كبيره برشا، لكن يساهم في البونتو اللي عطاه الشوات. شفنا معناها الباس كيفاش ما بين الجول ما بين لي ديفونسور، بريسيزيون كبيره برشا، تمشي الشوات ديريكتومون يحطها في الكاج. دونك يان فاليري تألق كبير، حتى ديفونسيفمون ركز الملاعبي ويهني غادي وضمن على بلاصتو براتيكمون. وان شاء الله الماتش الجاي معناها معتز نفاتي ان شاء الله الساعه يكون لاباس ويعطيوه الفرصه على خاطر يلزم ياخذ الفرصه بتاعه. وبرافو الشوات كيفاش اقتنص معناها البونتو هذا وبريمير انتونسيون حتى في الجول. دونك برشا معناها ايجابيات. ومن بعد ميتون الثاني انهار تماما معناها ساو تومي، المنتخب التونسي في فصحى، باساديس تدوير كوره ملاعبيه ولات تتفنن كوره في لي زانترفال، حاجه ياسر طياره. شفنا برشا كوره، شفنا حتى معناها المستوري كيف دخل شويه ماركه بونتو معناها عالمي لو بها بالجول، يمكن بعيده نص متر على الجول حسب الزاويه اللي يصوروا بها. فما برشا عباد تنتقد في السخيري، يقول لك السخيري ماهوش قاعد يعمل في حاجه كبيره في المنتخب التونسي، ياخذ كوره ويعطيها. بون انت تشوف هكا سورتو لنا ضد ساو تومي معناها منتخب ضعيف،
معناها ذاك هو ستيل سخيري، ملاعب اللي يدخل معناها بين لي دو زاكسيو، يحاول يعطي كوره، يحاول يورونتي جو، يحاول معناها يتمركز لك وقت اللي انت تلقى روحك معناها في وضعيه صعيبه، دونك لازمك ترتكز عليه. هو عنده البريمير اتونسيون كوره ديريكتومون يقلبها معناها من الجهه الاخرى. ملاعبي بالطبيعه يلعب في بوست ديما متوجه معناها للخصم، وقت اللي يبدا بظهره ما ياخذش برشا ريسك يعاود يرجعها، يعمل لك ليكيليبر معناها سورتو وقت اللي تبدا تدافع، وقت اللي يسكر الزوايا نتاع التمرير. دونك ما تنتظرش منه حاجه اكثر من هكا، خاصه احنا نلعبوا بيفو سونتينيل، ماناش نلعبوا معناها دوبل سيس، نجم معناها لاعبي يمشي فير لافون وصاحبه الاخر يغطي عليه. دونك هاك تشوف هذاك هو معناها ستيل نتاع سخيري اللي نجح فيه. نعاودها مره اخرى على العباد اللي يمكن مش تعجبها الكلام، فرجاني ساسي في الماتشات الاخيره كي جربناه ملاعبي ظهر اللي هو ينجمها معناها البوست هذيك، ما نعرفش بعد كي يطلع النيفو اسكو ينجم يروح ولا. دونك خرجنا بصراحه برشا ايجابيات من المباراه هذه. ان شاء الله الانتصار هذا يخلي الجو هكا محلاه، ان شاء الله معناها نحاولوا نعملوا اختيارات صحيحه باش يقعد ديما معناها الجو صافا، على خاطر مثلا الحكايه نتاع رقيق كيفاش ما استدعوش على خاطر هو رفض باش يجي الابريم، رغم اللي هو ما يعرفش الظروف نتاع المنتخب الثاني وما يعرفش علاش ديجا، دونك ما استدعوش لان القرار الصحيح وقتاش يولي صحيح 100% وقت اللي انت تتعامل مع الملاعبيه كيف مثلا سنان علاش وقع الدعوه نتاعو رغم اللي هو رفض، يقولوا لي لنا باش هو يحطوه في الواجهه باش ياخذوا عليه الحجه اللي هو رفض، دونك يعاقبوه. لكن لنا خويا المنتخب ماهوش رهين تاع عباد يستعملوه باش يسلطوا ضغط على ملاعبيه. المنتخب هو باش تشجع عباد، باش تخليهم فخورين برواحهم وقت اللي تعيط لهم، باش تزيدهم حاجه في الكارير نتاعهم، مش هو وسيله باش معناها تعيط الملاعبي رفض دونك نعاقبوا. لا، راهو المنتخب التونسي اسمه، دونك لنا يلزمنا نعاملوا الملاعبيه كيف رقيق ما عيطتلوش، ما تعيطش خويا لسنانه، وبربي الملاعبيه مرجاء اللي ما عندهاش طون جو مع فرقها مش لازم نعيطوا له، باش كل واحد ياخذ حقه، باش ما يصيرش برشا بوليميك، باش على الاقل لونترونور كي يبدا يحكي في حاجه ومن بعد يحكي على حاجه اخرى يكون متجانس في الافكار نتاعو، على خاطر هكاك وقتها يولي ما عادش يصدقك حد وتولي فما لخبطه. دونك هذا هو ان شاء الله القرارات دونك تكون صحيحه، ان شاء الله الملاعبيه يوريونا حاجات خير من هكا، على خاطر راكم تشوفوا ساو تومي مش معناها كل معناها منتخب اللي قدامه باش يكون تيست كبير، لا مش هذا التيست الصحيح، فما دي تيست اكبر من هذا باش نشوفوا معناها حقيقه المنتخب التونسي على الاقل بهالملاعبيه اللي جاو كي نحطوهم مع بعضهم. وان شاء الله خويا نكملوا في الثنيه هذه، نتصور اللي ماشيين في ثنيه صحيحه وقلناها ديجا، نشوفوا في حاجه مزيانه ان شاء الله، سواء كوب دافريك سواء كوب دي موند، وان شاء الله ديما زينه للمنتخب التونسي. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، نحب نعرف رايكم في الماتش هذا كان تفرجتوا عليه، حتى لنا نقول لكم بالسلامه.